يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب. يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم. وكان من بركة أبي بكر الصديق، كان من بركته على هذه الأمة ونصحه لها ووفور عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، وعد رجالا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه كان ينزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين. قال: ثم أخذها ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا، ولقد صدق الله رسوله الرؤيا، فتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقوي سلطان الإسلام في عهده، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس، حتى قيل إن الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع سوادها، بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع سعة خلافته مهتما برعيته، قائما فيهم خير قيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أعز به الإسلام وأذل به الشرك وأهله، وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الذمة على شروطه رضي الله عنه، فقد شرط رضي الله عنه على أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين، أي أن عمر شرط على أهل الذمة أن يكرموا المسلمين، وأن يتميزوا عنهم في اللباس والأسامي وغيرها، وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين، وأن لا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعزازهم بعد أن أذلهم الله عز وجل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما. قلت يا أمير المؤمنين إن لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب رضي الله عنه وكتب إليه خالد بن الوليد يقول يا أمير المؤمنين إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به. فكتب إليه عمر لا تستعمله. فكتب خالد إلى عمر إنه لا غنى بنا عنه لنا عنه. فرد عليه لا تستعمله. فكتب خالد إليه يا أمير المؤمنين إذا لم نستعمله ضاع المال. فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، يعني قدر أنه مات، فهل إذا مات تضيع أموال المسلمين؟ ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر رضي الله عنه من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين، وإن كان في أمر بسيط كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لحقه مشرك ليقاتل معه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أستعين بمشرك. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم كانت سببا قويا لنصر الإسلام وعزة المسلمين. وكان رضي الله عنه يكتب إلى عماله يحذرهم من الترفع والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان فقال له يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس الحرير. وكان رضي الله عنه وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس الحرير. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جنودكم، إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جنودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به